إيه هو الشغل اللي يحول واحدة من كده لكده؟ في الحرب العالمية الأولى سنة 1914 عساكر بريطانيا كانوا بيلبسوا ساعات يد سموها ساعات الخنادق، لأن كان فيها ميزة كبيرة جدا في الوقت ده، وهي إن عقاربها وأرقامها كانت بتنور في الضلمة، وده عكس الساعات التانية اللي بيستخدموا لها مصابيح ممكن تكشف موقعهم في المعارك الليلية. وبعد فترة الموضوع عجب الناس وتحولت من الجيش للموضة، واتفتح مصنع ينتج الساعات دي في ولاية نيوجيرسي سنة 1916. ومن كتر الطلب على الساعات اشتغل في المصنع عدد كبير جدا من البنات اللي كانوا طايرين بمرتب ما يحلموش بيه بالنسبة لشغلانة سهلة، وهي انهم يلونوا عقارب وارقام الساعات بمادة تخليهم ينوروا. وعشان الفرشة اللي بيستخدموها في تلوين الارقام والعقارب تفضل رفيعة ودقيقة، كان مديرينهم بينبهوا عليهم ان بعد كل تلوينة يبلوا الفرشة على طرف لسانهم عشان تتظبط، وطمنوهم وقالوا لهم ان المادة المستخدمة في التلوين هي مادة آمنة وكمان مفيدة للصحة، وبتستخدم في بعض الأدوية وكمان لمستحضرات التجميل. واستمر الشغل والدنيا زي الفل مع البنات لحد ما تيجي سنة 1922 لما واحدة من البنات اللي بيشتغلوا عندها حوالي 22 سنة كان اسمها مولي ماجيا حست بوجع شديد جدا في اسنانها، وراحت لدكتور السنان تخلعهم، بس بعدها حصل لها مكان خلع الأسنان نزيف ما بيوقفش. ولما راحت للدكتور مرة تانية تم استئصال فكها السفلي بالكامل، وتوفت بعدها في سبتمبر من نفس السنة. ووقتها قالوا إن سبب الوفاة كانت مرض الزهري، بس الغريب إن بعدها اتوفى 50 بنت من زمايلها، وكلهم كانوا بيشتكوا من نفس الأعراض اللي اشتكت منها مولي قبل ما تتوفى. والأغرب إنهم برضو تشخصوا بنفس المرض اللي هو مرض الزهري. وسنة 1927 واحدة من الموظفين اسمها جريس فرايد هي واربعة من زمايلها رفعوا قضية على إدارة المصنع، وقالت إن المادة اللي استخدموها في تلوين الساعات هي السبب، وإن الإدارة كانت عارفة بده بس مخبية على الموظفين. وأنكرت الإدارة كل ده واتهموا البنات في شرفهم وقالوا عليهم منحلين وتوفوا بسبب الزهري. وهنا جريس فرايد طلبت باستخراج جثة مولي ماجيا علشان تتشرح، وكانت النتيجة إن وفاتها مش بسبب الزهري لكن بسبب تسمم الراديوم اللي كانوا بيستخدموه في تلوين الساعات. والراديوم ده عنصر مشع، ولأن وقتها ما كانوش مقدرين خطورته استخدموه في معجون الأسنان وبعض مستحضرات التجميل وكمان المشروبات زي مشروب كان اسمه راديثور. وفعلا جريس فرايد كسبت القضية سنة 1928، وبعدها اتعمل فرش وأدوات مخصوصة لرسم الساعات في المصانع، وكمان اتدفع تعويضات كبيرة لأهالي البنات. والأهم من كل ده إنهم تم تبرئتهم واتذكر سبب الوفاة الحقيقي. ومن بعد الحادثة دي اتمنع استخدام الراديوم في أي منتجات استهلاكية، وكانت آخر ساعة تترسم بالراديوم كانت سنة 68. وبعد ما منعوا الراديوم في الساعات استخدموا مواد تانية زي التريتيوم والبروميثيوم وكمان السوبر لومينوفا، لكن لحد النهاردة بيستخدم نظير الراديوم 223 في المجال الطبي، زي استخدامه في علاج سرطان البروستاتا النقيلي أو المتقدم اللي بينتشر من غدة البروستاتا لأجزاء تانية في الجسم وأهمها العظام، لكن طبعا بيكون تحت إشراف طبيب وبجرعات معينة ومحسوبة. وزي ما القضية دي منعت خطر الراديوم عن الناس، فهي كمان عدلت ظروف وقوانين العمل وادت للموظف الحق في إنه يرفع قضية على الشركة في حالة تعريض حياته للخطر. وفي النهاية أحب أفكرك إن الصحة هي أهم تحويشة في العمر كله. أشوفكم دايما بخير.